واليوم جيتكم بحلوى ديال العيد 5 ديال الاشكال وبعجينه وحده. فهنايا غادي نحتاجو نص رابعه ديال الزبده، يعني نص باكيه. غادي نضيف ليها كاس ديال السكر يكون كلاصي، ضروري كلاصي. وغادي نخلطوا المكونات مزيان حتى ما يبقاش باين داك السكر. وغادي نضيف كاس مع مرش ديال الزيت ونخلطوا حتى نحصلوا على واحد الشكل بحال بوماد. غادي نضيف هنايا 2 ساشي ديال الفاني، واحد خميره الحلوى يعني من وزن 8 غرام. غادي نخلطوا المكونات مزيان، وهنا غادي نضيف 2 معالق ديال الماء، وما غاديش نضيف البيض، فهاد الماء غادي يعطينا القرمشه وما غاديش يديفورما لينا الحلوى ديالنا. نتمنى تجربوا هاد المقادير كيف ما هي، 2 معالق كبار فقط. صافي غادي نخلطوا المكونات كاملين ونضيفوا الدقيق تدريجيا. هنا غادي نقسم الخليط ديالي ولا العجين 5 ديال الكويرات. هنايا اول نكهه غادي نضيف هنايا الحامض، غير ديك القشره ديال يعني ديك الصفراء ما توصلوش للبيضه باش ما تجيكمش مره. غناخد الكويره الثانيه وغادي نطلقها هكا على شكل مستطيل او مربع هكا باش ما يكونش عندكم الزوائد بزاف وما تبقاوش تعاودوا. غادي ندخلها للثلاجه باش تشد راسها هكا. ملي نكون كنحطها في اللاطه او في الطاوه ما تبقاش كديفورما وتقطع معانا. غادي ناخد الشكل الثاني، اختاريت هاد الدمعه وصافي. غنستمر بنفس العمليه حتى نسالي كاع الاشكال اللي عندي. انا كنوريكم واحد الطريقه اولا واحد الحيله الا بغيتو هاد الصابلي ديالكم بقى يبانو فيه دوك الحبيبات. كتاخذوا واحد البلاستيكه وهكا تطبعوها فيها. صافي هنا من بعد ما ساليت الاشكال كيف ما كتشوفوا ما كيديفورماش لينا الصابلي ديالنا، ناجح 100%. وهنا غندوز معاكم طريقه التزيين. عندي هاد الاشكال كناخذ ليهم هادو ديال الشوكولات كيتباعوا ب5 دراهم عمليا وتيبقاو عندكم. غادي ناخذ حمام مريم نضيف فيه الشوكولات. فهنا بالنسبه للشوكولات كنستعمل كالا. غادي ندوبو ونضيف ليه ملعقه صغيره من الزيت. نحاول ندهن هاد القوالب بشويه ديال الزيت هكا باش من بعد يبقى يجيوني بريون وما كيلصقوش. ندخلهم الفريغو حتى يجمدوا مزيان. وهنا غندوز باش نحضر معكم الشكل الاخر، الشكل الثالث. هنا كنرش بشويه ديال السكر كلاصي وتعليكه كندير فيها ملعقه ديال الجليكوز الكونفيتور والنكهه ديال الحامض. صافي كنبقى نلصق كل جوج هكا. وبالنسبه للتعليكه الثانيه غادي نستعمل نفس المقادير، يعني الملعقه ديال الجليكوز والكونفيتور ونكهه ديال الفريز حتى ونحطهم فوق البوطه حتى يطلقوا. فهاد النكهه هي اللي استعملت 5 دراهم. كتقدروا عمليه حتى تقدروا تخدموا بها بزاف ديال المرات. غنستمر بنفس العمليه وغادي نحطهم في الثلاجه باش يبردوا. وهذا ديال الكراميل، الا بغيتوا وصفه الكراميل خليوه ليا في لي كومونتير. والشكل ديال الحامض هنا درتو كويرات ومن بعد ما طاب غطستو في الشوكولات ابيض، وكندير النصف هنايا بشويه ديال الكاوكاو وكنخطط بالشوكولات الاسود. وهادو هما الاشكال ديالنا كيجيو رائعين وراقيين. فالفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوى بدون قوالب. فاشتركوا في القناه هنا مازال ما مشتركينش هكا باش يوصلكم اي جديد. شكرا على المتابعه. كانت معكم وصفات مع شيماء. ما تنسونيش من جيمو البارطاج. شاركوا الوصفه مع العائله. مع السلامه.